في التعديل اللي هي ايه؟ اه اللي هي هفرق بين حالتين في العقوبه. مم. يعني حاله اللاعب المحترف يوقع على اكثر نادي نفس المده، فاحنا مقترحين تعديل نفرق بين حالتين في العقوبه في الحالات اللي جايه اللي لسه ما جاتش. الحاله اللي هو مرتبط بناديه اللي هو انتقاله معلق على موافقه ناديه، ده تبقى العقوبه شخصيه، تكون غرامه ماليه عشان لا اضر بالنادي الجديد اللي اللاعب رايح له. تمام. وتقتصر الايقاف على اللاعب الحر اللي وقع هنا ووقع هنا. مفهوم. تمام. ده كده ده مفهوم. موضوع تاني مهم جدا، المواقع امبارح كاتبه ان الكابتن وائل جمعه ان انتوا طالبينه للتحقيق، وبرضه بعض المواقع كاتبه الكابتن احمد سليمان، الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ الحقيقه لسه احنا في امور كتيره جدا قدامنا. في طلع كلام امبارح الحقيقه من الاتحاد، كان في كلام الكابتن وائل جمعه مدير الكوره طلع اتكلم بخصوص توقيع مؤمن من عدمه. طلع كلام ان السيد احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك طلع قال مش عارف 4 فترات تسجيل ولا مش عارف 5 فترات، حاجه كده يعني. تصريح فيما يخص اللعيبه، وان نادي الشرطه ما ردش. هو بس الملاحظه في الحالتين ان ممكن يكونوا الاثنين مش ملمين بكل الجوانب او ما شافوش ورق ده وورق ده. مساله ان يبقى في قرار من عدمه ده مساله تخص مجلس اداره اتحاد الكوره ان شاء الله اللي مجتمع الفتره اللي جايه. حاجه بس اللي انا احب اقولها اخيره يا كابتن سيف، ان الفتاين كلهم بيفتوا في الحقيقه. انا شفت كميه من الفتاوى غير طبيعيه من ناس الحقيقه. انا شفت الايام اللي فاتت دي وكلاء بتطلع تفتي، مندوبين ومسؤولين انديه بيطلعوا يفتوا، ناس عاملين خبراء. الحقيقه يعني في كم من الجهل في الوسط الرياضي للاسف من ناس منتسبين لأندية الدوري الممتاز، يعني الحقيقه بينتسبوا للانديه ديت وبينتسبوا للعبه. الحقيقه يعني لازم نراجع نفسنا ان احنا نعيد تاهيل الاداريين دول، وبعدين يعني مش عيب ان الواحد يبقى ما يعرفش، نعلمه. يعني جاهل ويعلم انه جاهل فعلموه، وجاهل ويدعي انه عالم فهو حمار فاركبوه. الحقيقه احنا عندنا مستوى غير طبيعي من الفتي لناس جهله بيقولوا كلام ما انزل الله به من سلطان. لكن في النهايه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، الفتره دي وضحت لنا ان احنا محتاجين دورات كتيره جدا الفتره الجايه للاداريين والمسؤولين وللعيبه. ان شاء الله باذن الله نقدم مشروع لاتحاد الكوره ان الفتره الجايه نحاول ناهل ونثقف اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز ثم ننزل الاقسام اللي بعد كده. ده كلام محترم جدا كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره. هي فعلا انت